البرشلوني مبسوط وطالع يحفل علينا. ليش؟ لانه فرانكو ماستانتونو قال بالمؤتمر الصحفي افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي. طب عادي ما يقول، طب ما احنا عارفين على فكره ميسي اسطوره، وانا كمدريدي والمدريديه كلها بتعترف بهذا الكلام، وما فينا حدا بيقدر انه ينزل من قيمه ميسي. بس شفتوا ريال مدريد وتقديم لاعبين ريال مدريد والحريه الكامله وعدم الضغط انه شو يقولوا شو ما يقول. يعني مثل راشفورد لما اجى على برشلونه صار ميسي افضل، افهمها عاد. وغيره من الاسماء واللاعبين اول ما طلعوا من برشلونة قالوا احنا بنعترفوا، اولهم دانيال ألفيش انه رونالدو الافضل. حتى لما ريال مدريد يقدم اللاعبين بيقولوا لك احنا بدنا نجيب البطولات واحنا بدنا نفوز بالدوري وبدنا اوروبا. برضه عكسهم لما يجيبوا لاعب بيقول لك لا احنا بدنا نفوز بالكلاسيكو وبدنا نفوز على ريال مدريد. وفي زلمه بيسترجي يجي على برشلونة ويقول رونالدو الافضل. يعني الاشي اللي صار لصالح المدريدي عشان يوصل لكم فكرة انه ريال مدريد بعيد جدا عن التعصب واخر همه مش مثل ما انتم بتفكروا. وبالمناسبة يا اخواني المدريدية انتوا وين؟ يعني انا مش عارف، يعني مدريدية كثار، المفروض انا عندي مليون حاليا داخل على 600,000، يعني وصلونا على 600,000 اقل ما فيها، بعدين بنفكر باذن الله بالمليون. تابعني والله ما راح تخسر اشي، كل شي بيوصلك اول باول يا كبير. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.